العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا. بيان بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. إشادة بالأعمال الفعالة المنجزة للسيطرة على قزو الجراد. زعماء غرب أفريقيا يطالبون حكام مالي بضرورة تعيين رئيس بحلول. الهند والصين تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار على الحدود. ومقتل ما لا يقل عن 17 في انهيار محجر رخام في باكستان. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 8 سبتمبر في مراكز العزل بمناطق مايمنة واندغرغيس وطرونا وسرحة في الإقليم الجنوبي إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا المستجد. وكان واحدا من بين المصابين في مركز العزل بمنطقة مايمنة واثنان في مركز العزل بمنطقة اندغرغيس، ولا سيما اثنان في مركز العزل بمنطقة طرونا وستة في مركز العزل بمنطقة سرحة. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من إثيوبيا بطريقة غير نظامية. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 341 إصابة، شفي منها 295 مريض، ولا يزال 46 مصاب يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 سبتمبر 2020. أصدرت وزارة التعليم بيانا بمناسبة 8 سبتمبر اليوم العالمي لمحو الأمية. أوضح البيان الصادر بعنوان عملية محو الأمية في فترة وباء كورونا وما بعده أن من الضرورة العمل المنسق للحد من تأثير وباء كورونا على برامج محو الأمية وضمان تأمين التعليم والتأهيل في السنوات القادمة لخفض الأمية إلى أدنى مستوى. وأشار البيان إلى أن برنامج تعليم الكبار والخدمات التعليمية عامة تتطلب مشاركة الجميع وليس وزارة التعليم وحدها أو إدارات محدودة، داعيا الإدارات للعمل المنسق مع مكاتب وزارة التعليم لإحياء الأنشطة المتوقفة جراء وباء كورونا والدفع قدما بالعملية التعليمية بمشاركة جميع الجهات. وذكر البيان نسبة الأمية في البلاد التي تقدر بأقل من 20%، وهذه النسبة تستدعي استمرار الجهد الدؤوب لخفضها أكثر. وأوضح البيان أن الوزارة ستعمل للدفع بأنشطة محو الأمية إلى الأمام باتخاذ إجراءات وأساليب تزيل تأثير توقف العملية التعليمية. جرت أنشطة فعالة لمكافحة الجراد الصحراوي في مديرية أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر بتعاون السكان ووزارة الزراعة وقوات الدفاع. أوضح المزارعون بأن أسراب الجراد التي لم يسبق لها مثيل من حيث الكثافة في مديريتهم خلق لديهم القلق من تدمير مزارعهم ومراعيهم، لكن الخطوة السريعة التي قامت بها وزارة الزراعة وأعضاء قوات الدفاع مكنت من السيطرة على الجراد دون أحداثه الأضرار. وسيقومون بالمتابعة والمراقبة حتى حصاد وجمع المحصول وما بعده لعدم زوال مخاطر الجراد الراحل في دول الجوار. وذكر خبير وقاية النباتات ومنسق برنامج المكافحة السيد حقوس قبرتنسائي أن الجراد ظهر في مناطق مهيا وعشورم وأيداب ومفاليق ومهداف وهيكانو وفلكت، وأن الاستعدادات المسبقة لتجهيزات المبيدات ومعدات الرش والقدرات البشرية ساهم لفعالية العمل. وأشار إلى تنفيذ مهام الرش باستخدام المعدات الميكانيكية والسيارات لإبادة الجراد المنتشر في مساحة 220 هكتار، مشيدا بدور أعضاء قوات الدفاع البناء.
وقال منسق مكافحة الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد قرزقهير إن الجراد الذي دخل البلاد هذه السنة كان استثنائيا في الكثافة وموجاته، وقد تم السيطرة عليه على مستوى الإقليم في مديريات قلعلو وفرو وشعب وأفعبت، وتتواصل أعمال المتابعة لكل الاحتمالات. شهدت منطقة أدربة في مديرية علبرعد إقليم عنسبة افتتاح مركز صحي جديد يتكون من 5 غرف لحل المشاكل التي كانت تواجه في الخدمات الصحية نتيجة البعد المؤسسة الصحية. وأوضح السكان بأنهم كانوا يسيرون مسافة 3 ساعات إلى منطقة حليب منتل للحصول على الخدمات الصحية، آملين بأن يحل المركز الصحي الجديد المبنى في منطقتهم كافة المشاكل بالحصول على الخدمات الصحية الناجعة عن قرب. وأوضح مسؤول المركز الصحي مساعد التمريض سعيد حميدة بأن المركز يقدم الخدمات الصحية المتمثلة في رفع الوعي الصحي لدى المجتمع والأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة البيئية وسلامة الأمومة والطفولة ومتابعة قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى السيمينارات الجارية بالتركيز على الإنجاب الصحي. ودعا مساعد التمريض لبناء عنابر انتظار الحوامل في مركز أدربة الصحي لمزيد من تقديم خدمات صحية ناجعة، إضافة إلى إنشاء الطاقة الشمسية. هذا ويقدم مركز أدربة الصحي المشيد في منطقة أدربة التي تقع على بعد 25 كيلومترا من الجهة الجنوبية لمدينة كرن حاضرة إقليم عنسبة، يقدم لأكثر من 3000 نسمة. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. أمهل زعماء دول غرب أفريقيا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى منتصف سبتمبر لتعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين، وذلك طبقا لبيان تلي في ختام قمة لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس. وقال رؤساء دول إيكواس التي تضم 15 دولة إن الرئيس ورئيس الوزراء الذين سيقودان الحكومة الانتقالية يجب أن يكونا مدنيين. وأبقيت الكتلة التي تسعى للضغط على المجلس العسكري على العقوبات التي فرضتها على مالي، لكنها رحبت بالخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الأسبوع الماضي لبدء محادثات مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي بشأن المرحلة الانتقالية. وأغلقت دول مجموعة إيكواس حدودها مع مالي، وأوقفت التدفقات المالية وسط مخاوف من بعض زعماء غرب أفريقيا من أن الانقلاب العسكري قد يقود قوتهم ومكاسبهم الديمقراطية في المنطقة. وتحكم مجموعة من ضباط الجيش مالي منذ الإطاحة برئيسها إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 من أغسطس، ولم يتم التوصل بعد إلى توافق حول تشكيل ومدة الحكومة الانتقالية قبل الانتخابات المدعومة. تبادلت الهند والصين الاتهامات بإطلاق النار في الهواء في مواجهة جديدة على حدودهما في غرب الهيمالايا، في تصعيد جديد للتوتر العسكري بين الدولتين المسلحتين نوويا. وينتشر مئات الجنود من الجانبان على طول الحدود التي اندلع فيها اشتباك بالأيادي في يونيو أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا. ويلتزم كلا الجانبين ببروتوكول قائم منذ فترة طويلة يقضي بتجنب الصدام بالأسلحة النارية على الحدود المتوترة التي لم يتم ترسيمها، إلا أن هذا الاتفاق لم يكن حائلا دون سقوط قتلى وجرحى. وقال الجيش الهندي في بيان إن جيش التحرير الشعبي الصيني حاول تطويق موقع هندي متقدم على خط السيطرة الفعلية الذي يمثل الخط الحدودي القائم فعليا في قطاع لاداخ،
لكن الصين قالت إن الجنود الهنود اخترقوا الحدود غير الرسمية عبر الضفة الجنوبية لبحيرة بانغونغ تسو، وهي منطقة يتصاعد فيها التوتر منذ أكثر من أسبوع. وعقد قادة عسكريون ودبلوماسيون عدة جولات من المحادثات منذ يوليو للحد من التوتر، لكنهم لم يحرزوا تقدما يذكر لتقليص حجم القوات في المرتفعات القاحلة التي تطالب كلتا الدولتين بالسيادة عليها وتعتبرها بالغة الأهمية بالنسبة لأمنها. قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا، فيما فقد 11 بعد انهيار محجر للرخام في منطقة نائية بباكستان، مضيفة أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة. ويواصل عمال الإنقاذ وجنود في البحث عن ناجين تحت الأنقاض، ويقع المتجر في منطقة مهمند في زيارات بقرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى. وقال طارق حبيب قائد شرطة منطقة مهند لرويترز إن ما بين 40 و50 شخصا كانوا في المحجر وقت الانهيار، وأصيب 9 في الحادث. وقال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة قلني على بعد نحو 50 كيلومترا من المحجر إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة. والخبر الأخير في هذه النشرة: دخل مجال وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمستوى قيادة السفن والبواخر آليا مع استعداد السفينة ماي فلاور، وهي أول سفينة روبوت ذاتية القيادة في العالم لأول عبور للمحيط الأطلسي دون سائق. ووفقا للصحيفة تيليغراف البريطانية فإن طول السفينة يبلغ 15 مترا وتعمل بالطاقة الشمسية، وهي مصنوعة من الفولاذ وزعاسيتها، وسط مخاوف من تأثير السفن الذاتية القيادة على وظائف البحارة إذا تم. وأضافت الصحيفة أنه لن يشارك أي إنسان في الرحلة التي يبلغ طولها 3220 ميلا، في الوقت الذي يعتقد فيه خبراء في مجال الملاحة أن الشحن المستقل على وشك تحقيق اختراق في هذا المجال. وتقدم السفينة عدة مزايا أهمها انخفاض التكاليف الناتجة عن الاستغناء عن الطاقم البشري ولا حاجة إلى إراحة الطاقم، ويمكنها التنقل على مدار الساعة. ويمكن استخدام هذا النوع من السفن في عدة مجالات، ويشمل ذلك عدة أنواع مثل زوارق الشحن الصغيرة وعبارات الركاب وكاسحات الجليد الآلية وزوارق القطر، بالإضافة إلى سفن الصيد وسفن البحث العلمي. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.